السلام عليكم يا شباب، مساء الخير. عم بحكي معكم من قنب ساموس، من جزيرة ساموس. أول مشي 3 أيام وصلت رحلة لهون، كانوا طالعين بالجيت. فأنا حابب عن جد، في شخص تواصل معي وقال لي أنا حابب إنك تحكي هاي القصة اللي صارت مع هاي الأشخاص اللي طلعوا بهاي الرحلة. فأنا حابب أنصحكم لكلكم، كل اللي حابين يطلعوا يا جماعة الخير. لما طلعوا قبل ما يوصلوا على الجزيرة بشي ب 300 متر اجاهم من ورا خفر السواحل، وكان معاهم شوفير تركي ومعاونه. فراح الشوفير اول شي استغل الولد الصغير، شاله وشلفه بالمي قبل ب 300 متر. يعني المي ما يعني الشاطئ لسه بعيد عنهم شي 300 متر. علوة المي تقريبا شي 6 امتار او 4 امتار هيك كانت. فثلاث ارباع العالم ما كانت بتعرف تسبح، والله اللي طلع معاهم. وأيان كان اخر شخص، هو اخر شخص اللي اعطاكم عمره، فورا كان خايف اني يزت حاله بصراحه. فشاله، صار يشيل العالم يكبهم من قلب الجيت. يعني كانوا جايين هن بالجيت، صار يشيل العالم يكبهم من قلب الجيت ويشلفوها، بس بحيث انه هن ما يمسكوه راح يرجعوا. بس بالنهايه انتم دافعين مصاري، يعني ما حدا يعرض حاله. انا بتمنى ان كل اللي راح يطلعوا اذا تعرضوا لهيك مواقف فما ينزلوا، ويعني يوقفوا بوجهن. ما تخلوهم اني هيك يستحكموا، يعني يستحكموا العالم. هن كلهم على بعضهم شخص او شخصين، ما عرفت، خايفين على حالهم. بالنسبه لك انتم 18 روح، 17 روح، 19 روح، قديش كانوا؟ يعني قديش حسب الجيت اللي عم تطلعوا فيه وحسب الرحله. ما حدا يخاطر بحياته ابدا ويشلف حاله هالشلفه. ثلاث ارباع العالم ما تعرف تسبح، كانت الله طلع بوتشن. ويعني اجى بوقت المناسب خفر السواحل وشالهم انقذهم. بس في شخص اللي توفى، وحتى يعني من امبارح رحنا على دفنته. امبارح رحنا دفناه هون بجزيرة ساموس. فأنا عن جد حابب أروي قصته لهذا الشخص، إني قبل ما ينزل من الجيت كان خايف كتير، وشالوا اللي عم يسوق القبطان التركي، شالوا وشلفوا بالمي، فصار معه سكتة قلبية فورا ما قاوم ابدا. يعني حسب انا حكيت مع اصدقائه، حتى الشخص اكد علي انه قال لي احكي، ما راح اذكر اسمه ابدا، الله يرحمه يا رب ويجعل مسواه جنة. واليوم يعني امبارح جينا من الدفن تبعيته. فبتمنى من الكل اني ما حدا يرد على القبطان ابدا، حتى لتروحوا لمكان مأمن هنيك انزلوا. روحوا لمكان مأمن وهنيك انزلوا، وان شاء الله الله يكون بعون الكل، وان شاء الله بتوصلوا بخير وسلامة.